السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جديد دي زد. إذا كنتم لأول مرة تشاهدون تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد. أمطار وثلوج بداية من يوم الاثنين شمال البلاد، يتوقع بإذن الله تعالى وبداية من أواخر ليلة الغد الأحد. وأولى ساعات يوم الاثنين أن تشهد مناطق الشمالية عبور اضطراب جوي بارد ممطر ومصحوب بثلوج، والبداية ستكون بغرب البلاد أين يمكن أن تتساقط الأمطار بالمناطق الساحلية، والثلوج على المرتفعات التي على علو 1000 متر. ينتقل هذا الاضطراب خلال نهار الاثنين إلى وسط فشرق فساح المجال لتتساقط الأمطار على شكل زخات بأغلب المدن الشمالية، والثلوج على المرتفعات الجبلية. مساء الاثنين تبدأ الثلوج بالتساقط بمرتفعات وسط وشرق البلاد على ارتفاع 1200 متر بجبال البابور وجبال جرجرة. يوم الثلاثاء يتوقع أن يتوغل الهواء البارد أكثر وتشتد فعالية المنخفض شرقا ووسطا لتكون الأمطار غزيرة محليا، وينخفض مستوى تساقط الثلوج شرقا مرحبا إلى بكم في 800 قناة متر جديد دي زد. خاصة إذا كنتم لأول مرة تشاهدون تفضلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل الحرارة جديد. خلال هذه الفترة إذا ثلوج مرتقبة ستشهد بداية من انخفاضا الأسبوع كبيرا المقبل، مع تحول وهذا يوم الرياح من الأحد جنوبية 10 غربية جانفي إلى إلى نهاية شمالية الأسبوع، غربية وهذا على الولايات الغربية وعودة والولايات الأجواء الداخلية الشديدة وأيضا البرودة. الوسطى يستمر والشرقية، هذا الاضطراب حول كمرتفعات أواخر الصيف، يوم مرتفعات الثلاثاء، تيزي والزوم، وممكن مرتفعات فجر الجاية، الأربعاء بأقصى مرتفعات شرق المدية، الوطن. مرتفعات الرياح أتيارت، خلال وأيضا هذه الفترة مرتفعات البيض، تكون قوية وحتى خاصة مرتفعات المدن قسنطينة الساحلية ومرتفعات للبلاد. برج بوريريج والله أعلى ومرتفعات وأعلم. جيجل. وفي الأخير لا وأيضا سوف تنسوا الاشتراك نوافيكم في بكل القناة جديد وتفعيل زر في الجرس حتى الفيديوهات القادمة وفي تتوصلوا الساعات بكل ما هو جديد القادمة في إن شاء القناة. الله. والسلام عليكم ورحمة وهذا الله إذا تعالى كنتم غير وبركاته. مشتركين